زيادات جديدة ومتوقعة للمعاشات السورية. المتقاعدون يستعدون لمفاجآت جديدة من الرئيس الشرع. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها، وإليكم التفاصيل الكاملة. بعد الزيادة الأخيرة التي حصل عليها المتقاعدون في سوريا، تتجه الأنظار من جديد إلى ملف المعاشات، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات إضافية لتحسين دخول أصحاب المعاشات، خصوصا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة الماسة إلى رفع القدرة الشرائية. وكانت الحكومة السورية قد أقرت في وقت سابق زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية، مع وضع حد أدنى للمعاش مرتبط بالحد الأدنى العام للأجور. وأكد وزير المالية أن متوسط الزيادة التي انعكست فعليا على معاشات المتقاعدين بلغ نحو 56%. السبب الرئيسي هو أن الزيادة الأخيرة رغم أهميتها قد لا تكون كافية وحدها لمواكبة تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل ملف تحسين دخول المتقاعدين مطروحا باستمرار ضمن منظومة إصلاح الأجور والرواتب. كما أعلن وزير المالية أن العمل يتجه إلى منظومة رواتب متكاملة تشمل مختلف القطاعات ومن بينها المتقاعدون، مع استكمال الإصلاحات خلال الفترة المقبلة. حتى الآن أيضا ما تم إعلانه من زيادات مقررة، فإن الحديث عن 40% أو 50% أو أي نسبة أخرى باعتبارها قرار نهائي، لكن مع استمرار الحكومة في إعادة هيكلة منظومة الرواتب والمعاشات، تظل الإعلان عن اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين دخول المتقاعدين قائمة، خصوصا مع استمرار الضغوط المعيشية على هذه الفئة. والأهم بالنسبة لأصحاب المعاشات هو متابعة أي مرسوم أو قرار رسمي جديد، لأن قيمة الزيادة وموعد تطبيقها لا يمكن تأكيدهما إلا من خلال إعلان حكومي يتم الحديث عنها. ووفقا لآخر التطورات التي ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة، فإن عدد كبير جدا من المتقاعدين السوريين ينتظرون زيادات كبرى في ظل موجة الغلاء التي ضربت سوريا والعالم أجمع، ومع استمرار ارتفاع أسعار براميل النفط عالميا تزداد موجات زيادة الأسعار بشكل كبير على المستوى العالمي والمحلي. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها. انتظرونا في مزيد من أخبارنا العاجلة والمختلفة بإذن الله تعالى خلال الساعات المقبلة. نلقاكم على خير في القريب العاجل، نتمنى لكم السلامة من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.